بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. علم تفسير القرآن. علم التفسير من العلوم المهمة جدا، وخاصة في زمننا هذا يجب على كل إنسان أن يطلع على علم التفسير، لأن المنافقين اليوم يأتون ويقولون للناس أننا سنفسر لكم القرآن، لا يستطيعون أن يحرفوا النص، فيقولون للناس سنفسر لكم القرآن، فيغيرون المعنى للآيات بحسب هواهم. فعلى الناس أن يتزودوا بالعلم لكي يتصدوا لشبهات هؤلاء المنافقين. من المنطقي أن قائل أي كلام هو الأعلم بمراده من كلامه، ثم يكون تلميذه أعلم الناس بكلامه، لأنه رافقه وتعلم منه وعرف كيف يرتب أفكاره وكيف يستنبط الكلام، وسأله ماذا تقصد بهذا وماذا تقصد بكذا وماذا تقصد بكذا وكذا وكذا، فتشرب كلام هذا المعلم فأصبح يفهمه خير من باقي الناس. ثم من بعد هذا التلميذ تلاميذ التلميذ، فهو سيشرح لهم كلام هذا المعلم ويقول لهم أنه قصد كذا وأنه يرى كذا وأنه يحب كذا وأنه يكره كذا وأنه يناصر الموضوع الفلاني، فسيفهمون ذلك الرجل وطريقته بالكلام وكذا من خلال تلميذه. فالقرآن الكريم والله تعالى المثل الأعلى، الذي يعلم معاني القرآن حقيقة هو الله عز وجل، ثم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، فهو لا ينطق إلا بوحي من عند قائل القرآن. ثم من؟ ثم الصحابة الذين تتلمذوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فقط هم تتلمذوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ذلك فهم يفهمون اللغة العربية فهما جيدا لأنها لغتهم. نحن نتعلم اللغة العربية الفصحى تعلما من الكتب ومن الأشعار ومن كذا، أما هم فكانت هذه لغتهم الدارجة التي يتكلمونها مع الزوجة والأم والأب والطفل. ثم بعد الصحابة من؟ تلاميذ الصحابة وهم التابعون، وكذلك التابعون فلغتهم صافية. فالمصدر الأول للتفسير هو القرآن الكريم، نفسر القرآن بالقرآن. مثال على ذلك قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف نفسرها؟ هل نفسرها على أن الولي هو الذي يطير في الهواء ويمشي على الماء ويفعل الأفعال الغريبة؟ الله عز وجل فسرها بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن المؤمن التقي هو الولي الذي لا خوف عليه ولا هو يحزن بنص القرآن. المصدر الثاني للتفسير وهو السنة، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. مثال على تفسير القرآن بالسنة قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. كلمة كوثر يعني كثير، فمعنى الآية لغويا إنا أعطيناك الكثير من الأشياء والأمور، لكن عندما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. فمن خلال تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا أن كلمة الكوثر في هذه الآية هي اسم علم لنهر موجود في الجنة. ثم المرتبة الثالثة والمصدر الثالث للتفسير هو تفاسير الصحابة رضي الله عنهم. مثال على ذلك قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالله عز وجل قال أن ملامسة النساء تبطل الطهارة، والذي يفهم منها أن أي ملامسة، لو قبلت رأس أمي فعلي أن أعيد الطهارة، لو ناولت أختي كأس من الماء ولمست يدي يدها فعلي أن أتوضأ. لكن في الحقيقة معنى الملامسة هنا يختلف، ففسره ابن عباس رضي الله عنه بأنه الجماع. فمن خلاله عرفنا أن التقاء بشرة الذكر مع بشرة الأنثى لا يبطل الطهارة، وإنما الذي أراده الله عز وجل من الآية الكريمة هو الجماع وليس التقاء بشرتين. مثال آخر قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. طيب الآية إيش أعطتني؟ شيء جديد، يعني الشيء معروف أن الإنسان يبتغي فضل من الله عز وجل، لكن فسرها ابن عمر رضي الله عنه بأن بعض الناس كانوا عندما يذهبون إلى الحج يأخذون معهم بعض التجارة أو يؤجرون بعض الدواب في الحج، فظنوا أن هذا الفعل يبطل حجهم، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية أن ليس عليهم جناح إذا ابتغوا بعض الفضل الدنيوي من التجارة وغيرها في الحج. ففهمنا الآية فهما جيدا وأخذنا منها الأحكام من خلال تفسير الصحابة. المصدر الرابع للتفسير وهو تفسير التابعين.
لكن التابعين أقوالهم ليست حجة كأقوال الصحابة الذين عايشوا نزول القرآن. فقال شيخ الإسلام: إذا أجمعوا، يعني التابعين، إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم. انتهى كلامه. فالتابعون إذا أجمعوا على تفسير آية بتفسير معين فلا شك أن هذا التفسير قد أخذوه من الصحابة، فهم تلاميذ الصحابة وكانوا أحرص الناس على الأخذ منهم. مثال: مجاهد بن جبر أحد التابعين يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. شوف الحرص. وابن عباس مع كونه حبر الأمة وترجمان القرآن فهو أيضا تلميذ لعلي بن أبي طالب، وكلنا يعرف من هو علي، فهكذا كان علم الأولين الذين نستقي علمنا منهم. ومثال على إجماع التابعين قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. وهم ألوف، البعض قال أن معناها قلوبهم متآلفة، لكن التابعين أجمعوا على أن ألوف يقصد بها العدد، آلاف، فهذا الإجماع قطع الطريق على من قال بخلافه. المرتبة الخامسة من مراتب التفسير وهي التفسير باللغة، ما تقتضيه الكلمات من معاني شرعية ولغوية. كيف يعني شرعية؟ كلمة الصلاة معناها الدعاء، فعندما يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، فأنا إذا فهمتها لغويا يعني أقيموا الدعاء، ادعوا الله. لكن بالمعنى الشرعي وأقيموا الصلاة، الصلاة هي الأفعال والأقوال المعينة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. فإذا كان الكلمة معنى شرعي فهو مقدم على المعنى اللغوي. وانتبهوا إلى هذه كثيرا، لأن الجواسيس الذين تكلمنا عنهم في البداية يدلسون على الناس من خلال قلب المعاني اللغوية والشرعية. ومثال على التفسير باللغة قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. قوله تعالى ومن شاء فليكفر، قد يأتيك المنافق ويقول أن الله عز وجل خير الناس بين الإيمان والكفر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أرسل الرسل لعبا ولهوا. لكن الذي يفهم اللغة لن يحتاج إلى أي دليل آخر، فقط باللغة يستطيع أن يعرف أن قوله تعالى ومن شاء فليكفر هو للوعيد وليس للتخيير، للتهديد وليس للتخيير، من خلال سياق الآيات: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. واضح من خلال اللغة أنه تهديد بدون الحاجة إلى أي أدلة أخرى. طيب، هل يجوز التفسير بالإسرائيليات؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يقول ابن كثير رحمه الله أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا محمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندنا، لأنه لو جاء في الإسرائيليات نص يوافق نص عندنا كمسلمين فلا حاجة لنا به، ولو جاء نص في الإسرائيليات يخالف ما عندنا كمسلمين فهذا مردود عليهم. وإذا جاء نص في الإسرائيليات لا يوافق ولا يخالف فعندها يقول ابن كثير نرويه للاعتبار، لأن فيها بعض القصص وبعض الأحداث وبعض الأمور مثل نسب سيدنا إبراهيم، بعض التواريخ، بعض الأمور، فإن لم تكن مخالفة فلا إشكال. هذه المصادر. فماذا عن المفسر؟ المفسر يجب أن تتوافر فيه شروط. أولا تقوى الله عز وجل، ومعرفة أنه إذا بدل المعنى الذي أراده الله فإنه يفتري على الله الكذب، فإذا تعمد ذلك فهو مثله مثل إبليس ومسيلمة، عندما يأتي إلى الآية ويبدل المعنى الذي أراده الله عز وجل فهذا مسيلم الكذاب أو إبليس. فيجب أن تتوفر في المفسر تقوى الله عز وجل. ثانيا العلم بمراتب التفسير التي ذكرناها، وأن لا يخالفها، فلا يأتي إلى الآية ويفسرها من كيسه. لو فسر الإنسان من عنده قد يقول قائل أن القرآن الكريم هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وليس كلام الله عز وجل، بدليل الآية القائلة إنه لقول رسول كريم، فهذا جاب لك دليل وفسره، لكن فسره غلط. لماذا؟ لأن الآية يقصد بها أنه قول رسول كريم يبلغ كلام الله. الشرط الثالث العلم بأسباب النزول، وهذا له أهمية كبيرة. مثال على ذلك قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا
إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. الآية الكريمة هذه إذا قرأتها كنص تفهم منها أن الإنسان إذا آمن وعمل الصالحات واتقى الله عز وجل يجوز له أن يأكل الخنزير ويشرب الخمر ولا جناح عليه فيما طعم. لكن عندما تعرف سبب نزول هذه الآية سيتغير فهمك لها. فهذا عندما حرم الخمر جاء الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الصحابة الذين ماتوا وكانوا يشربون الخمر قبل تحريمه، فأنزل الله عز وجل عن هؤلاء الذين ماتوا قبل تحريم الخمر أنه ليس عليهم جناح فيما طعموا إذا ما آمنوا واتقوا وكذا. فتغير مفهومنا للآية كاملا بسبب معرفتنا لسبب نزولها. الشرط الرابع علمه باللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم، ولا يمكن أن يفسر القرآن دون معرفة اللغة. مثال في قوله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، فيأتي الجاهل ويقول أن الله تعالى تبرأ من الرسول، والعياذ بالله من هذا القول. أما الذي يعرف اللغة العربية يرى أن كلمة رسوله مرفوعة، فبالتالي الرسول فاعل وليس مفعول به، فيكون المعنى أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء منهم أيضا، أو أن الله بريء من المشركين وكذلك رسوله بريء منهم. ففهم الفهم الصحيح من خلال معرفته باللغة العربية وعلم النحو. الشرط الخامس علمه بالمصطلحات القرآنية. الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة، أي الصلاة المبدوءة بالتكبير والمختومة بالتسليم. لو فسرها لغويا فسيقول أقيموا الصلاة أي أكثروا من الدعاء. فهذا مصطلح قرآني، مصطلح شرعي يجب أن يكون ملما به. الشرط السادس معرفة الناسخ والمنسوخ. هناك آيات في القرآن الكريم زال حكمها، مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني إذا مات الزوج فالزوجة تعتد في البيت سنة. هذه الآية نسخت بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فصارت العدة 4 أشهر و10 أيام. فلا يجوز أن يأتي شخص ليفسر ويقول أن المرأة إذا توفى زوجها تعتد في بيتها سنة بناء على الآية التي نسخت. الشرط السابع معرفة المحكم والمتشابه. في القرآن الكريم فيه آيات محكمات تفسيرها واضح بين، وفيه آيات متشابهات، والمتشابهات نوعين. النوع الأول نفهمها من خلال ردها إلى المحكم. مثال قوله تعالى إنا لنحن نحيي ونميت، هذا القول يدل على أنه يوجد أكثر من إله. إنا نحن نحيي، لكن نرده إلى المحكم والذي هو قل هو الله أحد. فمن خلال قوله تعالى قل هو الله أحد فهمنا أن نحيي ونميت الجمع في تلك الآية يقصد به التعظيم وليس يقصد منه التعدد، أو أن هذا المتشابه قد نعرفه من خلال التفسير، مثل كلمة الكوثر من خلال تفسير النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أنها اسم للنهر. والنوع الثاني من المتشابهات هي التي لا يمكننا أن نفهم تفسيرها. مثال على ذلك فواتح السور مثل ألف لام ميم كاف هاء ياء عين صاد ألف لام را، هذه لا يوجد أحد يعرف معناها. مثال آخر يد الله عز وجل، عرفنا من خلال الآية أن الله عز وجل يد، ونعلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وبالتالي لا يمكن معرفة ماهية يد الله عز وجل. أو مثلا قوله الرحمن على العرش استوى، الاستواء نعرف معناه، ومن خلال الآية عرفنا أن الله عز وجل استوى على العرش، ونعرف أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا يمكننا معرفة ماهية استواء الله عز وجل، فنؤمن بها كما جاءت دون أي تفسير ولا تأويل ولا شيء. فهذه الآيات متشابهات نؤمن بها دون تأويل لها، لذلك قال الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، هذه قالها في الآيات المتشابهات، فلم نعرف تأويلها ولن نعرف تأويلها ولا نسأل عنه. مبحث آخر مهم وهو ما سبب اختلاف المفسرين. غالبا لا يوجد اختلاف بين المفسرين، وسنفهم هذا من خلال ذكر الأنواع للاختلاف. فأولا الاختلاف اللفظي، قد يفسر المفسرون الآية بألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد. مثال على ذلك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، معنى كلمة قضى قال ابن عباس أمر، وقال مجاهد وصى، وقال الربيع أوجب،
هذه التفسيرات كلها تؤدي إلى معنى واحد، لكن الألفاظ مختلفة. النوع الثاني وهو اختلاف الوجوه، يعني الكلمة كل مفسر نظر إليها من وجه، هذا نظر من اليمين، هذا نظر من اليسار، هذا نظر من الأعلى، هذا نظر من الخلف، وكل المعاني التي ذكروها صحيحة. مثال على ذلك قوله تعالى وكأسا دهاقة، فما معنى دهاقة؟ قال ابن عباس مملوءة، وقال مجاهد متتابعة، يعني تخلص الأولى يؤتى بالثانية، وقال عكرمة صافية، فلا يوجد تعارض، فيمكن أن نقول أن كأسا دهاقة هي الكأس المملوءة الصافية المتتابعة. والنوع الثالث من أنواع الاختلاف وهو اختلاف التضاد، وهذا هو الاختلاف الحقيقي وهو قليل. مثال على ذلك قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح منهم من قال هو الزوج، ومنهم من قال هو ولي الأمر للمرأة، والآية تحتمل واحد منهم، إما هذا أو ذاك، فهنا أصبح تضاد، فعلينا أن نرجح أحد القولين حتى نأخذ الحكم من الآية، ويكون ذلك عن طريق السبر، كيف ذكر الله عز وجل هذه الكلمة في القرآن إذا ذكرها في مواضع أخرى، كيف استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، كيف كانت تستعملها العرب، نبحث عن أدلة مشابهة، حالات معينة، من خلال ذلك نستطيع ترجيح أحد الأقوال. وأخيرا فائدتان مهمتان جدا. الأولى نزول القرآن على 7 أحرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف فراجعته فزادني فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى على 7 أحرف. إذن القرآن الكريم فيه 7 أحرف. ما معنى الحرف؟ هو طريقة لقراءة القرآن أو وجه لقراءة القرآن، أو قد نقول هو القرآن الكريم بلهجة أخرى. مثال على ذلك قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. في حرف آخر قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة للبيت، نقله ابن حجر في الفتح. وفي حرف آخر وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت، نقله القرطبي وابن عبد البر. فهذه الآية ذاتها تقرأ وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة للبيت، وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت. فهذه الآية ب3 أحرف ب3 طرق للقراءة، كلها تؤدي إلى نفس المعنى ولكن فيها بعض المعاني زيادة. وكذلك الحرف يكون فيه أحيانا قراءة للكلمات نفسها لكن بلهجة قبيلة أخرى. مثال كلمة التابوت عند القرشيين تابوت، وعند قبيلة أخرى يسموه تابوه بالهاء. فكان قوله تعالى إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، إذا قرأناها بحرف آخر إن آية ملكه أن يأتيكم التابوه، وهذه رواها الترمذي وصححها. وكذلك الفرات، كلمة الفرات تقرأ الفراه، العنكبوت العنكبوه. والآن بعضكم يستهجن هذا الكلام، يقول يعني من أين أتى بعنكبوه وتابوه وأقيموا الحج والعمرة؟ كذلك في عهد عثمان رضي الله عنه عندما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، فكان الصحابة يذهبون إلى المدن التي فتحت ويعلمون الناس القرآن، فيأتي صحابي يقرأ القرآن بحرف آخر، يأتي إلى تلك المدينة فيقرأ القرآن بالحرف الآخر، فيظنون أنه زور القرآن أو أنه حرف القرآن، فحصل جدال بين الناس وفتن بسبب هذا الأمر. فجمع عثمان رضي الله عنه الصحابة، ومنهم علي بن أبي طالب الخليفة الرابع رضي الله عن الجميع، وأفتوا بجمع الناس على حرف واحد وهو حرف قريش، لهجة قريش، وهي اللهجة التي أول ما أنزل القرآن أنزل بها، وهي لهجة محمد صلى الله عليه وسلم. فحرقوا كل نسخ القرآن التي باللهجات الأخرى وأجمعوا على تلك اللهجة، لهجة قريش، وكتبوا بها المصحف وأرسلوا بها نسخ إلى الأمصار، ومع كل نسخة قارئ يعلم الناس القرآن، فكل الناس أجمعوا على القراءة بحرف قريش. لكن الأحرف الباقية بقى منها آثار، وهو ما نجده اليوم بالقراءات 10. فاليوم لدينا 10 قراءات للقرآن الكريم، يوجد بينها بعض الفروق البسيطة، وهذه الفروق هي بقايا للأحرف 7 والله أعلم. مثال على القراءات 10 قوله تعالى والضحى والليل، تقرأ بقراءة أخرى والضحى والليل،
قوله تعالى أو لامستم النساء، تقرأ بقراءة أخرى أو لمستم النساء. واختلاف القراءات أيضا هذا مهم جدا أن يعرفه المفسر، لأن بعض الآيات يفهم تفسيرها من خلال الاطلاع على القراءات الأخرى. الفائدة الثانية عن جمع المصحف. القرآن الكريم كان في عهد الصحابة يحفظونه في صدورهم أولا، وأيضا يكتبونه على ألواح الخشب وعلى العظام وعلى الجلود. فأول من جمع القرآن الكريم في مصحف واحد كان الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فجمع كل ما كتب الصحابة، فكل صحابي كتب شيئا من القرآن الكريم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده شاهدان على كتابته هذه، أخذها منه أبو بكر الصديق، ثم كلف بعض الصحابة فجمعوها في مصحف واحد. ثم في عصر عثمان رضي الله عنه عندما جمع الناس على حرف قريش كان ذلك الجمع الثاني للقرآن الكريم في مصحف واحد. والفرق بين المصحف الذي جمعه أبو بكر والمصحف الذي جمعه عثمان أن مصحف أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان فيه الأحرف السبعة، أما مصحف عثمان رضي الله عنه كان فقط بحرف قريش. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.